السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم من جديد، والمسلسل اللبناني الاكثر مشاهدة في لبنان والوطن العربي. وتعالوا سريعا نشوف اهم احداث الحلقة الجديدة، بس ما ننساش في البداية نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وكمان ما ننساش نشترك في القناة ونفعل جرس التنبيهات على الكل ليصلكم كل جديد المسلسل. ويلا بينا حالا دلوقتي وسريعا نبدأ حلقة النهاردة. في البداية بنشوف فاي وهي بتقرر الجواز من باسل، وطبعا دي كانت صدمة كبيرة جدا للكل. وما ننساش ان فاي قررت الجواز من باسل للانتقام من كل اللي حواليها، اولهم عليا كرم ولمياء، وفي نفس الوقت علشان تنتقم من جواد لانه كان السبب في وفاة ابوها سمير. وبالفعل بنشوف فاي وباسل بيروحوا للمحكمة الشرعية علشان يعلنوا جوازهم رسميا. وفي الوقت ده جواد بيعرف ان فاي وباسل هيتجوزوا وبيتجنن ومبقاش عارف يعمل ايه، وبيجري بسرعة على الفيلا وبيحاول يقتحمها. لكن بنشوف باسل بيطلع المسدس بتاعه وبيقف في وش جواد وبيقول له دي مرتي وانا اللي هدافع عنها، ولو حاولت تقرب منها تاني انا هقتلك. وقف باسل ووقف قدام منه جواد، وجواد واقف وبيقول له قوس اضرب لو تقدر تضرب. لكن في الوقت ده وسريعا بتتدخل فيه وبتحاول تهدي باسل وبتقول له انا مرتك ومحدش هيقدر يبعدنا عن بعض، بس انت لو قوست دلوقتي ومات انت هتخسر حياتك، هتتسجن ومش هتشوفني تاني. بيبتدي يهدى باسل وبتاخد السلاح منه وبترميه بعيد عنه، وبيجري جواد ويمشي ويسيب المكان. بنشوف في المشهد ده في اول ليالي العرس، وباسل بيقرب منها وبيحاول يتودد ليها ويقرب منها، لكن طبعا في مفيش بينها وبينه اي مشاعر ولا احاسيس، لانها اتجوزته لمجرد الانتقام، مش ممكن يكون حب طبعا. ومع بعض بنعمل فلاش باك وبنشوف عالية لما دخلت عليها في مع باسل وبتقول لها ده بيتي. ردت عليها عالية وقالت لها قولي تاني انا ما سمعتش، تقصد ايه ببيتي؟ لكن في اللحظة دي فاي بتطلع وثيقة الزواج وبتوريها لعالية. عالية بتتصدم وبتقع على الارض وبياخدوها على المستشفى جري، لكن بتبقى مجنونة ومش عارفة تعمل ايه، وبتقول لهم لا انا مش عايز اروح انا عايز افضل في بيتي. وهنا كانت الصدمة كبيرة على عالية، وطبعا الانتقام كان قوي، وواضح ان فاي لسه مخبية حاجات كتيرة جدا. وفي نفس الوقت الانتقام هيبقى شرس من العيلة كلها، سواء من عالية او من لميا او حتى من جواد. ولغايه هنا وسريعا كانت دي اهم احداث الحلقه. استنونا الحلقه اللي جايه، ودلوقتي اقدر اقول لكم سلام.